ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ بصوا بقى النهاردة فسحة جديدة وفلوج جديد. قلت اعمل معاكم كده فلوج النهاردة. بما ان بقى كان عندنا شتاء وانا بحب جدا اخرج في الشتاء، فقررت كده ان انا انزل اتغدى بره. هي كانت غدوة وعشوة، يعني احنا كنا خلاص، كانت تقريبا الساعة 7 او 8 كمان. فرحنا كده محطة الرمل. زي ما انتم شايفين بقى كان اليوم ده فيه شتاء كتير جدا، بس انا بصراحة بحب اخرج جدا في الشتاء. بنتهز جدا فرصة الشتاء دي عشان خاطر اغير مودي وانبسط. فقررت كده ان انا اروح اكل عند مطعم جديد. هو كان لسه الافتتاح بتاعه من اسبوعين، من شهر، بصراحة مش عارفة قوي الافتتاح كان من قد ايه، بس انا لسه اول مرة اروح اكل من عنده. طعم الاكل بصراحة عجبني جدا جدا، بس حبيت كده ان انا اخد لكم كده جولة سريعة جدا في محطة الرمل كده وعند السنترال. مع الشتاء، مع مش عارفة، كان في جو حلو بصراحة، يعني جو حلو، انا انبسطت جدا اليوم ده. هدخل برضو كده المطعم، هقول لكم المطعم اسمه دلوقتي، وكمان هصور لكم المنيو وهصور لكم الاكل من جوه. بس يلا قبل ما نبدا الفيديو، لو اول مره بتشوفوني يا ريت تحطي لايك وسبسكرايب في القناه، وتسيبي لي كومنت حلو كده عشان خاطر يوصل لكم كل فيديوهاتي الجديده اللي بنزلها اول باول. بصوا بقى يا جماعه شكل الترام مع الشتاء، مع الاجواء اللي هي تحسوا ان انتوا اصلا في اوروبا يعني. انا كمان ما كنتش عارفه اخد جوله كامله. حبيت ان انا اخدها كده مقتصره، لان انا ما يعني اليوم ده بصراحه حبيت ان انا انبسط اكتر من ان انا اصور. زي ما انتم شايفين المطعم اسمه الساخن. اكيد الناس اللي هنا في اسكندريه عارفينه، لان انا بصراحه اليوم ده كان زحمه جدا جدا جدا. يمكن استنيت كمان ويت شويه. بصوا يا جماعه الزحمه كانت قد ايه، كان في ناس كتير واقفه. طبعا المطعم جوه كان زحمه جدا، بس هو بصراحه يستاهل الزحمه. اسعاره حلوه، اكله نضيف. العيش بتاعه اللي هو السوري ده تحفة. تحسوا كده ان هو حاطط فيه تتبيلة حلوة قوي. بصوا كمان المنيو، حبيت ان انا اصوره كده بسرعة بحيث ان انتوا برضو تبقوا عارفين الاسعار ايه. زي ما انتوا شايفين بقى هو في عنده مشويات ولحوم وفراخ تندوري وكريبات دجاج مختلفة، وكمان عنده المقبلات والسلطات، وعنده رز، عنده البطاطس طعمها حلو قوي قوي، وكمان بينزل صوصات كده تحفة. فزي ما انتوا شايفين كده معايا الأسعار. الفرخة تقريبا الكاملة كانت عاملة 250 على ما أعتقد، لأن أنا يا جماعة بروح وبصور، وبعد يمكن أسبوع بعد أسبوعين على ما بمنتج الفيديو، فما بقاش فاكره الاسعار قوي. بصوا بقى يا جماعه العيش زي ما انتم شايفين كده، هو انا كنت طالبه فراخ تندوري، كنت طالبه معاها رز وبطاطس. وبصوا العيش اصلا الفراخ نازله ملفوفه كده في العيش. العيش كان طعمه تحفه، الاكل كان فريش قوي قوي قوي. طبعا كان منزل التوميه، صوص التوميه، وكان منزل كده شويه خضار. بجد الاكل كان نضيف، هيعجبكم قوي. بصوا بقى، بصوا شكل الفراخ كانت مستويه، ما فيهاش اي ريحه زفاره، والتوابل بتاعتها طعمها تحفه بجد. العيش كمان يجنن يا جماعه، والله العظيم كان في كده سنه سبايسي، وكان روعه. انبسطت جدا. بصوا الرز كمان كان مفلفل قوي، ما كانش معجن، وكان نضيف، ما كانش فيه اي بصراحه برضو تعقيب على الاكل. المكان ده يستاهل. وزي ما انتم شايفين بقى هنا انا كنت باكل. كانت عجباني البطاطس جدا جدا، انا من نوع اصلا المغرمه بطاطس محمره، فكنت حباها قوي، كانت مقرمشه كده. وخلاص خلصت الفيديو. يا رب الفيديو يكون عجبكم، والجولة الصغيرة دي تكون عجبتكم وتكونوا انبسطتوا معايا. وما تنسوش بقى تحطوا لايك للفيديو وسبسكرايب في القناة، وتسيبوا لي كده كومنت حلو، لان الكومنت بصراحة بيرفع من روحي المعنوية وبيخليني اصور فيديوهات كتير.